رميساء حسن هي اللي عندها الشرعيه لتنفيذ كرات مثل هذه اللي تمتاز بالقوه. هنا في بركان، هنا بركان وكرة هدف اول، كرة تسدد والهدف يا ساده. نعم يسمع زائرهن هنا في بركان عبر العميدة والقائدة ايناس ابو شريف. قلتكم العيون لا تخطئ، العيون لا تخطئ، والرغبة كانت كبيرة وكان الصدق وكان التركيز وكان هذا التفاعل الجميل والرائع من طرف مناصري الفريق الوطني في هذه المباراة. تصبح النتيجة في حدود الدقيقة 32 هدف لصفر للفريق الوطني أمام المنتخب الجزائري. نفذتها بشكل ممتاز جدا، كان خطأ في التموقع من طرف حارسة المرمى، ما كانش تواصل جيد مع الجدار الدفاعي. شوف التغطية اللي كانت شبه منعدمه والتركيز الكبير من وصلنا اليوم وفين وصل الفريق الوطني الذي يبحث عن هدفه الثاني. يلا هدف يا سادة، هدف ايتها السيدات اليوم عبر رقم 21 رميساء حسن. رميساء توثق الهدف الثاني في هذه المباراة. شوف فين كنا وفين وصلنا، شوف رميساء هي من تحصلت وهي من كانت سببا في الهدف الأول للفريق الوطني، هي من تحصلت على الكرة الثابتة التي منحتنا الهدف الأول في هذه المباراة، وهي من توثق الهدف الثاني والمشهد الثاني مشهد العبور. نتمنى للدور الرابع والأخير من تصفية المونديال. رميساء حسن تتعامل بشكل جميل جدا مع كرة نصيرة البركانية الصغيرة المتألقة في هذه المباراة بأسيست من ذهب من نصيرة رفيقاتها في هذه المباراة لرميساء حسن التي تسجل هدفا جميلا. رميساء حسن، الله يا نصيرة، كرتك يا نصيرة، تراوغ نصير.